السلام عليكم، مطبخ فاطمة محمد. نتمنى تكونوا بألف خير. وصفة اليوم وصفتين: بريوات بالخضرة وبالحوت، وبريوات بالشعرية والحوت. رائعين لذيذين وسهلين. هنا عندنا الحوت. نص كيلو عندي حوت. درت له الشرمولة العادية اللي مولفين نديروها، وشرملته ودخلته الفران حتى طاب مزيان وخرجته. بالنسبة للمقلة، هنا عندي الفلفلة حمراء خضراء والبصلة، شلطتهم درت معاهم الزيت والملحة وحطيتهم حتى دبلوا. من بعد سلقت الشعرية، يعني سلقتها كاملة، ما سلقتش النص ديالها حتى طابت، وضفتها على فلفلة والبصلة. وغادي نوضع عليها التوابل: شوية ديال سكينجبير، شوية ديال الابزار، وواحد 4 معالق ديال القرفة، كتعطيها واحد اللذة زوينة بزاف. ومن بعد كنقطعوها وكنخلطوا هادشي كامل. طبعا كنضيفوا يا اما الزيت البلديه ولا الروميه، كيبقى الاختيار ديالكم. وكنخلطوا هادشي كامل كامل. من بعد ما نساوش المكون الطريف اللي كيخلي البريوات لذيذين وكيتنكلوا، هو الهريسه. ماشي السودانيه اليابسه، ولكن الهريسه ضروري منها. انا ما ضفتش الزيتون مقطع، تقدروا نتوما تضيفوه حيت ما عنديش. صويا صوص هادي حتى هي تضيفوا منها معلقه، كتعطي واحد اللوكو زوين يعني كتغير المذاق، يعني كتعزز من مذاق الحوت. هنا عندي كيلو ديال الورقه. كيلو ديال الورقه. هاد الورقه هادي ماشي طريه، يعني بايته. ما كانش عندي الوقت باش نصايب الحشوه، وبات لي الورقه كما كتشوفوا راه كلها مقطعه، ولكن مع ذلك غادي نخدموا بها بزز منها. ولكن ما ننصحكمش بها في البريوات وما المعسلين، وما ننصحكمش فيها في المحينشات وفي البساطل، ما ننصحكمش بها. اما البريوات عادي تخدموا بها. هنا عندي شويه ديال الماء وشويه ديال الدقيق وكنخدموا بهم. بالنسبه للوزن ديال الحشو اللي كنحطو في البريوه: 50 غرام، 47 غرام هكاك، المهم كملوا 50 غرام. بالنسبة الكمية ديال الشعرية، درت باكية داك ديال 3 دراهم. بالنسبة كذلك الورقة، كنقسمو الورقة على جوج كما شفتو، كناخدو النص، ما كنقطعو ما كنضيعو ما والو. واخا الورقة مقطعة، مع ذلك سميتو استمرينا وخدمنا بهم وخرجوا ما شاء الله زوينين. وهاد البريوات هادو تقدروا ديروهم في الفران وتقدروا ديروهم في القلي. الا غتبيعوهم كتقليوهم. بالنسبه للحبه كتبيعوها، حيت هذا حوت. الحوت نسيت ما ذكرت لكمش النوعيه. هنا حوت بيض. آه كيلو ديال الحوت سميتو المكانه، كيدير ب40 درهم. الهبره ديالو واخا فيه الشوك هو، ولكن شوك كبير. كتحيدو داك الشوك، مي كيطيب لكم في الفران بحال غطيبوا شي طاجين، بحال غطيبوا شي طاوه. المهم كتدخلوا داك الحوت حتى كيطيب، وكتحيدوا منه داك الشوك، وكتفركوه كطريفات هكاك. تقدروا ديروا طريفات صغيره ولا كبر. المهم انا نص كيلو ديال الحوت مع الخضره مع الشعريه. هنا عندي جوج انواع د البريوات، وصدقوني المذاق ديالهم رائع وخطير. بالنسبة للكمية ديال الورقة، شاط لي تقريبا واحد 4 هكا د الورقات من كيلو ديال الورقة، في نص كيلو ديال الحوت. بالنسبة للكمية شحال خرجت لي في الاخر غادي نقول لكم شحال خرجت. والوزن ديال العمارة كما قلت لكم 50 غرام ونص ديال الورقة. هذا ما كان حتى كنكملوا الكمية كاملة اللي عندنا. بالنسبة لنوع الشعرية، تاخدوا اي نوع متوفر عندكم، ماشي شرط يكون شي نوع محدد. بالنسبة للثمن، 7 دراهم ونص للحبة ديال الحوت، حتى ل8 دراهم. والحوت على حسب طالع نازل بريوة 7 دراهم حتى ل8 دراهم، وكل مدينة وبشحال كتبيع. انا كنتكلم فقط على سلا.
بالنسبة للورقة سواء طويتها على جوج او لا من جنبها من الفوق والتحت راه نفس الطوية ونفس النتيجة. من بعد كيجيو بهذا الشكل هذا، وكندوزو للحشو الثاني. تاني خديت خيزو وخديت قرعه الخضراء، حكيتهم درت معاهم شويه الزيت شويه الملحه وحطيتهم حتى كيدبلوا. من بعد ضفت عليهم داك الحوت ونفس التوابل اللي ضفتها في الاول ضفتها في الثاني بلا صوص صوجا، وضفت عليها معلقه كبيره ديال كيتشوب. هذا هو المذاق اللي كيعطيها الواعر ما بين الحار والحلو، كتجي خطيره خطيره. الحشو نفس الوزن 50 غرام، بنفس الورقة. تا هي كنقسموها على النص وكنلصقوهم بالجوانب. هنا كنأكد عليها الورقة بايتة، يعني الورقة راه جات في الليل وكانت مغطية بالسلوفان ومغطية بسربيتة ومحطوطة في المطبخ، يعني ما محطوطاش في الثلاجة، محطوطة في المطبخ حتى لغد لي في الصباح عاد خدمت بها. ومع ذلك ما دهنتهاش، حيت لا دهنتيها غادي تزيد تقطع لكم، فلهذا كتخدموا بها ناشفه ناشفه ناشفه، وما كتدهنوهاش نهائيا. فقط الحشو كيكون حتى هو ناشف ما فازكش، ما فيهش واحد الكميه ديال الماء. هنا غادي نجرب معكم يعني بعض الحبيبات، غادي نقليهم في الزيت، واللي بغات تدخلهم الفران دخلهم، والباقي تكون لهم طبعا وقت الاستعمال. كيفاش نستعملهم؟ مباشره من المجمد للزيت سخونه وعلى نار مهيله. كيجيو بهذا الشكل هذا محمرين ولذيذين، اللي داقهم كيعجبهم. حتى اللوغو ديالهم السر كيكون في الخلطه في الكميه ديال العطريه اللي كنحطو. هذا هو الشكل ديالهم من الداخل ديال خيزو وديال القرعه. خيزو القرعه المهم جوج كبار هكاك كتحكوهم. كميه كتبقى دائما حسب الرغبه، والمطبخ ما فيهش الجراماج، فيه غير عينك ميزانك. هذا هو الشكل ديالهم مع انهم باقين سخونين، ولكن مي كتاكلوهم مع الكيتشوب اولا مع الحار كيجيو خطيرين ورائعين. اتمنى انكم تجربوهم، واللي بغى يصايبهم في الفران طبعا كيصايبوهم، كيبقى لهم الاختيار. ذكرت لكم الثمن، ذكرت لكم الطريقه، وذكرت لكم المذاق، فجربوهم وما تنساوش خليوا لي التعليق ديالكم. حاجه وحده اللي نشير ليها، ان الورقه الا باتت لكم ما تخدموش بها البسطيله وما تخدموش بها البروات معسلين وما تخدموش بها المحنشات. الورقه خاصها تكون ضروري جديده. اما البريوات واخا تبات لكم خدموهم ناشفين، ما تدهنوهمش باش تستغلوا الورقه، واخا تقولوا راه خسرت لكم لا ما خسرش تستغلوها. هنا كميه الحفظ كتجيبوا بلاستيك او لا طاسه، كتحطوهم وكتخرجوا ديك الهواء من البلاستيكه وكتجمدوهم. الوقت اللي تجمدوا لكم من بعد كتخرجوهم من الفريغو وكتجمعوهم في بلاستيكه كذلك، ما كتخليوهمش في هاد الوضعيه هذه. كتجمعوهم وكتحيدوا منهم الهواء وكتخليوهم في المجمد لوقت الاستعمال. حاجه اخيره، الا بغيتو البريوات ديالكم يجيو لذاذين وفيهم مذاق والنكهه ديالهم جميله، ضروري من الحوت جديد جديد جديد، ماشي مكونجولي، يعني جديد يلا خارج من البحر وطري. هذا ما كان. اللي عجبكم فيديو لايك تعليق ومبروك وعشركم. مع السلامه.